هنتكلم مع بعض النهارده على 4 نقط لازم تكون فاهمهم ومستوعبهم كويس قوي. هم نظري شويه بس لازم تبقى عارفهم ومستوعبهم ليه احنا بنشتغل كمحاسبين بالطرق ديت. فانت لازم تعرف ال4 نقط دولت ايه هم. اول حاجه ان احنا بنعمل تقسيم، ديفايد الايكونوميك لايف بتاع الكومباني انتو separate into periods او artificial period. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا كده لو انا بشتغل بقسم الشركه هي عمرها 25 سنه. لو انا مش هقفل اقول ان الشركه دي كسبت في السنه دي قد ايه ولا السنه دي قد ايه ولا السنه دي قد ايه ولا السنه دي، هقول مثلا على 25 سنه الشركه كسبت قد كده بالك. انا كمحاسب محدش هيجي يسالني يقول لي الفتره دي كسبت كام، الفتره دي خلي بالك اللي هي السنه دي، الشهر ده، الربع ده، ال6 شهور دول، محدش هيجي يسالني ويقول لي انا ما عملتش كده. فهقول له خلاص انا هقول لك على مدار السنين، عمر السنه اول ما فتحت لحد ما تقفل هي السنه هي عمرها كده 25 سنه. لكن انا بضطر ان انا اقفلها ليه؟ علشان مصلحه الضرايب بتاخد مني ضرايب كل سنه، فلازم اقفل السنه دي علشان اقول لهم انا كسبت قد كذا فضرايبكم اهي. المديرين والملاك انا عايز اعرف انا كسبت خلال السنه دي قد ايه علشان ادي المديرين دي مكافاه، فلازم اقول انا كسبت قد ايه في السنه دي قد ايه. وخلي بالك اللي انا بقوله ده هي دي معضله الحسابات، المشكله الكبيره بتاعت الحسابات ان انا لازم اقسم عمر الشركه لكذا سنه معينه. كل سنه بقسمها حته، كل سنه بقسمها، لكن ده مش انا بعمله كده ليه؟ علشان انا مضطر اعمل كده عشان الموظفين ياخدوا حقوقهم والناس تاخد حقوقهم والضرايب تاخد حقوقها والبنوك تاخد حقوقها، كل ده ياخد حقوقه، فعشان كده بقسمهم. طالما انا هقسم عمر الشركه لسنه وسنتين وثلاث سنين، يبقى لازم ابص على حاجه ثانيه. انا لازم اعرف السنه دي كسبت كام والسنه دي كسبت كام. او قبل ما اعرف احنا بنقسمها لايه، نفرق الاول ما بين الكالندر يير، كلمه كالندر يير، وفيزيكال يير، وانترم بيريود. لازم نعرف الفرق ما بين الثلاث كلمات دول ايه. لما اقول كالندر اللي هي بتبتدي في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر، ومعظم الشركات اللي مش ملهاش سيزون، يعني ما فيهاش فيها سيزوناليتي، ما بتتاثرش بتغير السيزون اللي هو المواسم، يعني بنشتغل كالندر يير. هي بتبتدي يوم 1 في السنه وتنتهي يوم 31/12، ده بالكالندر يير. طب الفيزيكال يير ايه هي؟ الفيزيكال يير انا كمحاسب لما باجي بشتغل على سنه، انا بقفل سنه دايما عشان اقول لمصلحه الضرايب انا بدي لك سنتي اهي. فممكن السنه بتاعتي تبدا يوم 1 فبراير وتنتهي يوم 31 يناير عادي جدا. السنه بتاعتي ممكن تبتدي يوم 1 مارس وتنتهي في 28 فبراير السنه اللي بعدها، وهكذا. فانا اي سنه اي وقت في السنه يقول لك انا هبتدي يوم 15 مارس وهنهيها يوم 14 مارس عادي، ما هي سنه كامله اهي، سنه كامله. فدي اسمها ايه؟ فيزيكال يير، ما اسمهاش كالندر يير. كالندر يير اللي هي بتبتدي في 1 يناير وبتنتهي في 31 ديسمبر، دي مختلفه عن دي. الا لو انا كمحاسب سنتي بتبتدي يوم 1 يناير يبقى الفيزيكال يير بتاعتي هي ايكوال الكالندر يير، دي الحاله الوحيده اللي الاثنين بيساووا بعض، لو انا ببتدي يوم 1 يناير وبنتهي يوم 31 ديسمبر. امال الانترم بقى ده لو انا هقفل لكل شهر لوحده او لكل كوارتر، يعني هقفل كل 3 شهور هقوم قافل، فدي في كل 3 شهور او كل شهر بسميها انترم بيريود، فتره مؤقته او فتره هتبتدي ايه، باخد حته صغيره من السنه واقوم جاي قافل عليها، فانا قفلت حته صغيره، فدي اسمها انترم بيريود. بمناسبه الانترم بيريود، انا اول ما اشتغلت في حياتي كنت انا ما خدتش بالي من التفصيله دي وانا بقرا. انا قريت قبل كده كتب فما خدتش بالي من التفصيله دي وانا بقرا. لما جيت اروح الشغل وانزل الواقع عملي براجع، فقال لك احنا هننزل نعمل انترم اوديت. كلمه انترم اوديت كانت جديده عليا، ما كنتش عارف يعني ايه انترم اوديت. فلما بدات اسال قال لي لا ده انترم دي يعني احنا بنخش نراجع 3 شهور او لحد شهر 9، من اول السنه لحد شهر 9 نراجع 9 شهور دول عشان يسهل علينا لما نيجي نراجع اخر السنه. فبالتالي انترم بيريود ده كلمه موجوده في السوق ولانجوج لازم حضرتك تكون عارف وعليه على درايه بيها. فهنا احنا قلنا بنقسم الشركه لكذا سنه، وهنا بنقول عندنا بنقسمها ازاي، السنه بتاعتنا بتشتغل ازاي. ثالث حاجه لازم اكون عارفها هي الريكوجنيشن، الريفينيو ريكوجنيشن برنسبل والاكسبنس
ريكوجنيشن برنسبل، لا مش ريفينيو بقى، دي برنسبل. اكسبنس ريكوجنيشن، بس ده مش مشهور بان هو اسمه اكسبنس ريكوجنيشن برنسبل اللي هو الاعتراف بالمصروف، مش مشهور بالاسم ده، مشهور بالماتشنج برنسبل اللي هو مبدأ المقابلة. انا بقى ايراد مصروف هنتكلم عليه. اخر حاجه لازم نعرفها دلوقتي النهارده اللي هي ايه؟ الكاش بيزس فيرسس الاكروال بيزس. بس طيب تعالوا ما نتكلم الاول عن الريفينيو، عن الريفينيو ريكوجنيشن. احنا عرفنا دلوقتي يعني ايه ان احنا بنقسم السنه الماليه لكام شهر، وعرفنا ان احنا ايه يعني ايه كالندر، ويعني ايه فيسكال، ويعني ايه انترم بيريود، الفترات اللي احنا بنقسمها دي ايه الفرق ما بين الثلاثه. طب ما تيجي نعرف نتكلم على الاول يعني ايه كاش بيزس، ايه الفرق ما بين كاش بيزس واكروال بيزس. احنا قلنا ان احنا بنقسمها لفترات اهو، ادي فتره، ادي انا عندي كده بقسم الشركه كده، لو احنا قلنا هنا 1/22 شهر يناير 22 او يناير 22، يناير 23 ويناير 24 سنه 24. انا كده قسمت ايه؟ قسمت السنتين دول لفترتين منفصلتين، انا ببتدي في يناير وبنتهي في 31 ديسمبر. فهنا ايه اللي حصل؟ انا ممكن علشان اشتغل باكروال بيزس لازم ادي كل سنه حقها مما تستحقه. السنه دي اللي هو مبدا الاستحقاق، بدي السنه دي ما تستحقه من ايراد ومصروف. زي ما قلت لكم الاداره بتاخد مكسبها منين، او بتاخد ايراداتها او ربحها منين؟ من المكسب بتاع الشركه ومصروف الشركه. فالمكسب بيتحدد بناء على الايراد والمصروف. عشان كده احنا بنقول ايه؟ اكروال، الاستحقاق. طب لما بتكلم عن كلمه استحقاق يبقى ما بتكلمش غير عن ايراد ومصروف بس، ماليش دعوه بالمركز المالي اللي هي الاصول والالتزامات وحقوق الملكيه. اكروال يبقى ايراد ومصروف، لازم ادي السنه دي ما تستحقه من ايرادات وما تستحقه من مصروفات. نفس الكلام السنه اللي بعدها ادي السنه دي ما تستحقه من ايراد وما تستحقه من مصروفات. تعالى بقى ما ناخد احنا فكره كده مع بعض. انا ممكن اكون بايع بمليار جنيه لحد شهر ديسمبر سنه 22، بايع بمليار جنيه. انا مبيعاتي مليار جنيه. امتى؟ لحد ديسمبر 22 بعت بمليار. وانا كنت قايل للاداره وقايل للملاك وقايل للناس اللي هتشتغل معايا وقايل للبنوك ان انا هوصل لمليار ونص او مليار 200، بلاش مليار ونص، مليار و200 مليون. يبقى انا هنا مبيعاتي ما اتحققتش، اللي انا كنت قايله ما قدرتش احققه. فاعمل ايه؟ انا كاداره؟ اقوم جاي علشان يبقى شكلي حلو قدام الملاك، اقوم عامل فاتوره مبيعات او مجموعه فواتير بيع ب 200 مليون، ارميهم السنه دي علشان اخد مكافئتي واخد ارباحي واخد الحاجات بتاعتي، الحوافز بتاعتي، ارميهم السنه دي. يبقى انا كده حطيت ايراد مش مستحق السنه دي ولكن مستحق السنه الجايه. هي دي مبدا الاستحقاق. انا كده تلاعبت بالدفاتر. يبقى انا كده لعبت في الدفاتر عشان الناس تاخد ارباح واوزع ارباح على الناس واقول للملاك ان انا كفاءه وان انا اشتغلت حلو وعملت الشغل، وفي الحقيقه انا ضحكت عليهم. هي دي المعضله الكبيره بتاعت المحاسبه. خلي بالك المحاسبه كلها مبنيه على الحته دي. لو انت هتيجي تدرس محاسبه يقول لك المعيار بيقول لك عشان ترمي دي مصروف ولا ترميها ايراد في انهي سنه؟ يا عم البيعه اتحققت في يناير، يا والله انا بايع والله، بس بعتها امتى؟ في يناير. ايه يعني لما ادخلها في ديسمبر السنه اللي فاتت؟ هم بيقول لك كده انا بعت خلاص. ايه المانع ان انا ادخلها في ديسمبر ما ادخلها في يناير والسنه الجايه نشوف هنعمل ايه؟ لا، هو دي الموضوع. انا لازم اشتغل بمبدا ايه؟ الاستحقاق، الاكروال بيزس. امال الكاش بيزس بقى؟ الكاش بيزس الفرق ما بينه وما بين الاستحقاق، لا انا وقت ما الفلوس تجي لي بسجل، ما بسجلش ايراد غير لما يجي لي فلوس، وما بسجلش مصروف غير لما ادفع فلوس. عشان كده اسمه كاش بيزس. وباي ذا واي كاش بيزس ممنوع ان احنا نشتغل بيه كمحاسبين، احنا بنشتغل بالاكروال بيزس. يعني الجاب الامريكي والاي اف ار اس كلهم، المعايير الدوليه والمعايير الامريكيه والمعايير المصريه، كل المعايير بتقول لك لازم تشتغل بمبدا الايه؟ الاستحقاق. لازم تدي السنه ما تستحق من ايراد او مصروف، بغض النظر انت حصلت ولا ما حصلتش او دفعت او ما دفعتش، مالناش دعوه بالفلوس خالص. ده الفرق ما بين الكاش بيزس والاكروال بيزس. طب الريفينيو ريكوجنيشن انا بعترف امتى بالايراد وامتى بعترف بالمصروف؟
امتى بعترف بالايراد؟ لما تتم عمليه البيع. هنا بقى شوف بقى الكلام، انت تميت عمليه البيع في امتى؟ في يناير. يعني ايه تميت عمليه البيع؟ يبقى في شروط لتحقيق عمليه البيع. هل انا نقلت البضاعه للعميل؟ اديت الخدمه اللي عليا للعميل؟ ده انا اديتها فين؟ في ديسمبر. يبقى سجلها في ديسمبر. انا بعت البضاعه يوم 1 يناير، لا ده انا اسجلها في يناير. يا عم ما نسجلها في ديسمبر، انا خلاص اتفقت وعملت كل حاجه، بس نقلت البضاعه من مخازني يوم 1 يناير. ايه يعني لما اسجلها السنه اللي فاتت؟ لا ما تسجلهاش السنه اللي فاتت، سجلها السنه الجديده. ليه؟ لان انا جردت يوم 31/12 ولقيت البضاعه دي موجوده فين؟ في مخازني انا، مش في مخازن العميل. ما بعتهاش، ما اتباعتش. طلعت الفاتوره في 31 ديسمبر، غلط، لان البضاعه ما خرجتش من عندي اصلا. فهي دي المعضله الكبيره. فانت لازم تبقى مخلي بالك ان انا لما اجي اعترف بالايراد امتى؟ لما اقدم الخدمه اللي عليا او ادي له المنتج اللي انا اتفقت معاه عليه، انا اديتها له خلاص، وانس ان انا اديتها له، انا كده خلاص، انا كده براء، يبقى انا كده اسجل عندي ايراد. طب المصروف، انا الناس عندي اشتغلت والمفروض ياخدوا مرتباتهم، فانا قلت لهم هديكم مرتباتكم مش اخر الشهر، هديلكم يوم 5 يناير. طب ما بس المصروف ده يخص انهي شهر؟ يخص شهر ديسمبر، فلازم يدخل في ديسمبر، ما تدخلوش ليا في يناير. هقول لك انا دفعت في يناير، لا ما هي مالناش دعوه بالدفع، ما احنا شغالين اكرول. الناس دي اشتغلت في ديسمبر فتستحق فلوسها في ديسمبر. طب انت ما اديتهاش فلوسها بايا كان السبب، معيش فلوس، السيوله عندي فيها حاجه، بس لازم اعترف بالمصروف، اثبت مصروف، وعليا التزام ليهم. انا بقى عليا خلاص، الناس دي ليهم فلوس عندي، فانا لازم اثبت مصروف امتى؟ في ديسمبر، بغض النظر انا دفعت امتى. وعشان كده سموه ماتشنج برنسبل، ان مفيش دايما المصروف لازم يقابله ايراد، او الايراد لازم يقابله مصروف. علشان اقدر احقق الايراد ده لازم اصرف. مفيش حد بيكسب من غير ما يصرف، مفيش حد بيعرف يبيع من غير ما يصرف. انا علشان ابيع الكورس دوت لازم اصرف دعايه، واصرف تصوير، واصرف مونتاج، واصرف حاجات كتير، فانا لازم اصرف عشان احقق ايراد. فاسمه ماتشنج برنسبل. لازم الاثنين يتحققوا باكرول بيزس في نفس السنه الماليه. 4 مصطلحات لازم تكون فاهمهم كويس قوي علشان تقدر تفهم المحاسبه كلها. كل المعايير المحاسبيه مبنيه على 4 مصطلحات دول. ان انا بقسم السنه، عمر الشركه لكذا سنه. بعد ما بقسمها يبقى عندي حاجه اسمها كالندر، واعرف يعني ايه فيزيكال يير، واعرف يعني ايه انترم، بعرف يعني ايه ريكوجنيشن للريفينيو، واعرف يعني ايه ريكوجنيشن للاكسبنس. وبشتغل انا طبقا للاكروال بيزس، ما بشتغلش طبقا للكاش بيزس، ده ممنوع. بشتغل بالاكروال بيزس. الحكومات بس هي اللي مسموح لها، الحكومات اصلا ما بتطبقش معايير مصريه او معايير دوليه. الحكومات هي اللي بتشتغل بالكاش بيزنس، هي ومصلحه الضرائب. والصين في اخر السنين بداوا يشتغلوا بالاكروال بيزنس، ما عادوش بيشتغلوا هم كمان بالكاش بيزنس.